اسحبها كده وكده تكون ربطت معانا زي ما انتم شايفين، ربطت بمنتهى السهوله المتسهله. الفيديو اللي فات بتاع ازاي تربطي الكرافته بمنتهى السهوله المتسهله، في ناس كتيره في التعليقات بقت تتريق وعشان بقول جرافته او كرافته. طبعا هي بتتقال بالعاميه كده، يعني كلنا بنقول حاجه، ممكن اللي بيعلق ده كمان بيقولها من غير ما يحس. فسواء بقى جرافته او كرافته او ربطه عنق، يعني خلينا في اللغه العربيه ربطه عنق. النهارده هقول لكم كيفيه ربطه العنق بسهوله. كويس كده؟ فصحى كويس. طبعا انا مش زعلانه، بس طبعا انا الفيديو ده انا بعمله لناس معينه، طبعا الناس اذواق. الفيديو ده انا بعمله للناس اللي بتحب لبس البدل، وربطه العنق من الحاجات اللي هي مهمه جدا انها تلبسها. كمان الامهات اللي ما بتعرفش تربطها وولادها بتلبس يونيفورم مدرسه، ولازم ربطه العنق دي تكون موجوده في اليونيفورم بتاعهم. فطبعا بمناسبه المدارس كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يوفق اولادنا وعام دراسي سعيد. هقول لكم النهارده هعيد برده تاني ازاي نربط الجرافته بمنتهى السهوله المتسهله. سهله جدا. طبعا كل اللي هنستخدمه رشاقه زي دي، بحطها كده، بحط ربطه العنق كده بالشكل ده. وطبعا في طرف قصير زي ما انتم شايفين وطرف طويل كده. ببدا الفها، واحد كده، اتنين، تلاته، ثلاث لفات بالشكل ده. اخد تاني لفه وادخل صبعي بالشكل ده، اسحب تاني لفه زي ما انتم شايفين كده اهو، تاني لفه كده واسحبها كده وكده تكون ربطت معانا زي ما انتم شايفين. ممكن توسعيها وممكن تظبطيها. ربطت بمنتهى السهوله المتسهله. طبعا ربطه العنق بتبقى جاهزه اهي، وممكن نستخدمها بقى في مدرسه، او طبعا للناس اللي بتحب تلبس بدل. الفيديو ده ليكم، وكمان لاولادنا الطلاب في المدارس. كل سنه وانتم طيبين وعام دراسي سعيد. واهي ربطه العنق او الكرافته. طبعا يا جماعه خدوا الامور ببساطه عشان نتعلم بسرعه وبدون اي تعقيدات. طبعا انا صفحتي بسيطه جدا، وكل اللي فيها بنزله بمنتهى البساطه وبمنتهى السهوله المتسهله. طبعا لو عجبكم الفيديو يا ريت بقى لايك، كمان تعليق صغير عشان اعرف رايكم فيه، وكمان يا ريت مشاركه مع اصحابكم عشان يستفيدوا. كانت معاكم مها القناوي، مع السلامه.